باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 29 من شهر طوبى المبارك ولد القديس البار سيرياكوس المجاهد في مدينة كورنثوس، وهي إحدى مدن الكبرى في بلاد اليونان القديمة المشهورة بالحضارة والعلم والفلسفة. ولد في أسرة مسيحية تقية في القرن الرابع الميلادي تقريبا، في زمن كانت الكنيسة تعيش حياة الاضطهاد وصراع روحي كبير. وكان والده كاهنا، أما والدته فكانت امرأة صالحة تعلمه منذ صغره الصلاة ومحبة الله، وقد تربى على سماع قصص الشهداء والقديسين، فاشتعل قلبه بمحبة الرب يسوع منذ نعومة أظافره، وكان يميل إلى حياة العفة والنسك والصلاة بدلا من حياة المجد العالمي التي كانت متاحة له. وعندما بلغ سن الشباب شعر بدعوة إلهية إلى حياة الوحدة والتكريس، فترك بلدته وذهب إلى القدس، حيث ترهب في أحد الأديرة في البرية الغربية القريبة من أورشليم تحت إرشاد القديس يوحنا السلمي، أحد كبار الآباء النساك في ذلك الزمن. وهناك بدأ مرحلة جهاد الروحي، فصار مثالا في الصوم والصلاة والسهر والعفة، حتى لقبه الرهبان بالمجاهد العظيم. كان قلبه مشتعلا بحب المسيح، وكان يقضي الساعات في الهيكل يصلي ويدرس الكتب المقدسة حتى امتلأ قلبه بحكمة الله ونوره. صار تلميذا مطيعا يخدم أخوته في صمت وتواضع عجيب. كان يقضي الليالي ساجدا أمام الله يصلي من أجل خلاص النفوس، وكان الرب يهب له مواهب شفاء عظيمة. ومع مرور السنين اشتهر اسمه بين الرهبان، وصار الجميع ينادونه سيرياكوس المجاهد، لأنه كان يجاهد في الصوم والصلاة بلا توقف. كان طعامه قليلا جدا وماؤه ممزوجا بالدموع، وكان ينام على الأرض، لكنه كان مملوءا فرحا وسلاما لا يوصف. وجاء وقت الاضطهاد فثبت سيرياكوس كالصخر، ولم يخف من تهديد الملوك ولا من عذاب الجسد، بل كان يشجع الجميع أن يثبتوا في الإيمان حتى النهاية. وفي شيخوخته سكن في مغارة في البرية يعيش على القليل من الماء والخبز، وكان الوحوش تأنس له والطيور تأتي لتأكل من يده. وكان وجهه يضيء بنور عجيب من كثرة النعمة التي سكنت فيه. وكان أعماله علم الناس طريق التوبة والرجوع إلى الله، شفى مرضى كثيرين بقوة المسيح، أخرج الأرواح النجسة باسم الرب يسوع، عاش حياة النسك والبرية في صمت عجيب. كان سبب خلاص كثيرين بتعليمه وسيرته الطاهرة. القديس سيرياكوس الذي لم يطلب مجدا أرضيا بل مجد الله فقط، ومن أراد أن يرى المسيح فليغلق عينيه عن العالم، والذي يزرع بالدموع يحصد بفرح أبدي. الصلاة هي جسر بين الأرض والسماء، من سار عليها لا يسقط أبدا. هذا القديس، هذا الرجل الذي أحب الصمت أكثر من الكلام، لتكن حياة القديس سيرياكوس مثالا لنا، ولنطلب شفاعته دائما، لأن القديسين لا يموتون بل يحيون مع المسيح إلى الأبد. وكان القديس مشهورا بمعونته للأمهات والأطفال. توجد كنائس عديدة في الشرق تحمل اسم القديس سيرياكوس، خاصة في فلسطين وسوريا ومصر.
وصورته في البيت تجلب السلام والسكينة، لأن روح الطاهرة تحل نعمة في المكان. لا تخافوا من التجارب، فكل ألم هو طريق إلى المجد. لا تبتعد عن الصلاة، فهي التي تفتح أبواب السماء. ولا تيأسوا أبدا، لأن يد الله تعمل في صمت. هنيئا لك يا سرياكوس، لأنك غلبت العالم بالإيمان. ثم رفع يده إلى السماء وصلى قائلا: يا رب، اقبل نفسي بسلام كما أحببتك على الأرض، فلتكن راحتي في ملكوتك الأبدي. وأسلم الروح بسلام، وكانت رائحة الطيب تفوح من جسد الطاهر، حتى امتلأ المكان بنور سماوي. بركة صلواته فلتكن معنا يا آبائي وأخوتي، آمين.